السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون بدايتي في اليوتيوب ومعلومات عن القناه، يعني حاجات زي كده هتكلم معاكم فيها. حبيت ان اعمل الفيديو ده يعني دلوقتي بعد ما بدات ازيد شويه، يعني ازيد عدد مشتركين وكده. ما حبيتش ان اعمله في الاول يعني، فالنهارده هعمله. يا رب يعجبكم. الاول هتكلم عن بدايتي في اليوتيوب، وبعد كده هقول لكم معلومات عن القناه. فيلا نبدا ببدايتي في اليوتيوب. بدات في اليوتيوب. يعني ليه بدات في اليوتيوب هقول لكم دلوقتي. بدات واحده صاحبتي كانت عملت قناه وجت تحكي لي انه هي عملت قناه وكده، وقالت لي حاجات عنها وازاي بتنزل فيديوهات، وعرفتني شويه معلومات يعني. فعجبتني الفكره. ولما رجعت البيت في نفس اليوم ده كنت طبعا كنت في المدرسه، هي صاحبتي دي في المدرسه. فلما رجعت البيت في اليوم ده فتحت لي حساب في اليوتيوب وسميته امال محمد. اوكي، وبعد كده على اخر نفس الاسبوع اللي هي قالت لي فيه نزلت اول فيديو ليا، اللي هو كان عمل الصوره بالمطاط. طبعا زي ما قلت لكم في الاول كان اسم قناتي امال محمد، وكمان كنت ناويه ان انا انزل فيديوهات عن المطاط، لكن لقيت الحكايه دي منتشره بعد كده. يعني نزلت اول فيديوهين عن المطاط، وبعد كده لقيت ان الحكايه دي منتشره وانه في ناس كتير يعني بيعملوا مطاط، فما حبيتش ان انا اعمل حاجات زي كده. وبالذات كمان اللي انا يعني بحب الاعمال اليدويه والحاجات اللي زي دي، فحبيت اللي هي تكون القناه عليها. وكمان حبيت اللي هي تكون حاجات متنوعه ويعني زي كده. المهم في الاول كانت قناتي اسمها امال محمد. انا اصلا لما كتبت اسم القناه كتبت امال محمد، كنت مفكره انه يعني بيقول لي اسمي، انه ايه اسم الشخص اللي هيستخدم الحساب ده. فكتبت اسمي اللي هو امال محمد، فطلع لي انه ده الاسم اللي هيكون في القناه. ففضلت فتره بيه، وبعد كده غيرته. طبعا في الاول ما كنتش بزيد مشتركين يعني بسرعه، كنت بزيد بطيء جدا. وكمان ما كانش فيه تعليقات ولا لايكات كتير، وكان بيجيلي ديسلايك برضو كده. فيعني كنت ما كنتش انه نجحت من اول ما بدأت يعني. مهم بعد كده لما جيت 50 فيما فوق مشترك، بدأت انه يجيلي تعليقات، وبدأت اتحفز اني اكمل وكده. صراحة برضو يعني قلت انه هبطل فيديوهات في الاول، لكن قلت لا، خلينا اكمل وان شاء الله يعني هنجح وكده. وبعد كده قريب برضو قلت ان انا خلينا اوقف، لكن قلت لا، لان في ناس بيتابعوني، واكيد يعني حتى لو واحد من 250 مشترك بيستنى فيديوهاتي اخليه يفضل متابعني وكده، وانه ما وقفش فيديوهات. فبس يعني دي كانت بدايتي. بعد كده بدأت اني انزل فيديوهات. كنت بنزل كل اسبوع فيديو ايام الدراسة، وبعد كده لما كان بيبقى في اجازات كنت بنزل يعني كل يوم تقريبا او كل يومين او كده، عشان ازيد متابعين. يعني كنت مفكرة ان الحاجة ديت هتزودني متابعين او كده، اني افضل كل يوم انزل فيديوهات. فبس وبالنسبة للتشجيع بقى، يعني الناس اللي بيشجعوني وكده كان ناس قليلين برضو، يعني ما كانش في حد كتير بيشجعني من الناس اللي انا اعرفهم. مش قصدي على المتابعين في اليوتيوب، لا، قصدي على الناس اللي انا اعرفهم. كانوا مثلا صحابي بس، وكنت طبعا بقول لاصحابي وكده، فكان في منهم بيشجعوني، وفي لا، ما كانش الموضوع مهم بالنسبه لهم. ف يعني كملت لوحدي، وحاولت ان انا اكمل وما اهتمش للتعليقات السلبيه، ولا اهتم للناس اللي بيقولوا لي مثلا ما تكمليش، او انت اصلا لسه في البدايه وكده، وانه استحاله هتجيبي رقم كبير قريب او كده. حاولت ان انا ما اهتمش بيهم يعني علشان اقدر اكمل، والحمد لله كملت. وان شاء الله كمان اوصل اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. وبس يعني هو ده كان الفيديو، او دي كانت بدايتي في اليوتيوب. فحابه اني اقول لاي حد جديد في اليوتيوب او بيفتح قناه
جديد او يعني عنده متابعين قليلين انه يستمر ويكمل وما يوقفش عند التعليقات السلبية. وحتى لو جاتلك فكرة انها ما تكملش، حاول انه تقول لا انا هكمل وتكمل، علشان اكيد واكيد يعني بعد ما هتصبر وكده هيكون في نتيجة حلوة. وكمان يعني انا بالنسبة لي اليوتيوب ساعات بيفرحني وساعات لا، يعني على حسب. ف دايما بص نص كوبايه مليان زي ما بيقولوا، وكمل معاه، كمل على املك وطموحك، وقول اللي انا بدأت ليه وهكمل. مش هقف عند النقطة دي، ومش هقف عند اي تعليق سلبي هيجيلي. نيجي بقى للمعلومات عن القناة، فيلا نبدأ في المعلومات عن القناة. طبعا في الاول زي ما قلت لكم، اول ما بدأت خالص في اليوتيوب جالي 3 مشتركين يعني بعد كده تطوروا بقى 7 بعد كده يعني بدأت ان اكتر شوية بشوية. ف بس في الاول كانت اسم قناتي زي ما قلت لكم امال محمد. بعد كده حبيت ان اغيرها ما تكونش باسمي، حبيت ان يكون اسم القناة نفسه. ف يعني قعدت اسال صحابي وكده انه او اسال يوتيوبر انه ازاي بغير اسم القناه والصوره وكده. طبعا كمان في الاول ما كانش عندي صوره، فلما عرفت ازاي بغيرها فتحت اللابتوب. طبعا لازم على الكمبيوتر او اللابتوب. انا فتحت من اللابتوب وقعدت افكر في اسم. يعني انا فتحت القناه بتاعتي وقعدت افكر في اسم بعد ما فتحتها. فماما هي اللي اقترحت عليا الاسم ده اللي هو قناه اموله ستايل. هي اللي اقترحت عليا الاسم ده وعجبني الاسم، يعني حسيت اللي هو اسم حلو يعني او كده، فخليت قناتي بيه. وبعد كده كنت عايزه احط صوره بدل ما تفضل القناه من غير صوره. فالاول دورت في جوجل وكده عن صور، بس ما لقيتش اي صوره معبره عن حاجات اللي في قناتي. فحطيت اي صوره جت قدامي ساعتها، لانه يعني كنت عايزه احط صوره وخلاص بدل ما تبقى من غير صوره خالص، تبقى على الاقل بصوره وبعد كده ابقى اغيرها. فحطيت صوره كانت لو عرفت اجيبها دلوقتي هجيبها، كانت بنت يعني لابسه سماعات او كده. اوكي، فهي دي كانت الصوره. بعد كده قريب بقى غيرت الصوره وحطيت غلاف وجبت اللي هي الخلفيه دي بقيت بصور بيها. يعني بدات اهتم بالقناه شويه. بس فالصوره الجديده دي اللي انا حطاها لسه قريب انا اللي عاملاها. عندي اللي هو بيبقى برنامج بيدمج الصور وكده وبيظبط الصور، بيحط ملصقات وكتابة وحاجات زي كده. فانا عملت منه. اكيد انتوا شايفين الصورة دلوقتي يعني، فرب تعجبكم. قولوا لي رأيكم فيها في الصورة دي، اكتبوا رأيكم في التعليقات تحت. وكمان حطيت الغلاف، حبيت اللي هو يكون نفس الغلاف بتاع الفيديوهات اللي هو ده. اوكي برضه يا رب يكون عجبكم. وبس كده كنت قلت لكم معلومات عن القناه بدايتي في اليوتيوب، ويا رب تكونوا استفدتوا منها وادتكم امل ان انتوا تكملوا لو كنتوا يوتيوبر جداد ومش لاقيين يعني تفاعل. فانا بقول لكم كملوا. ودلوقتي جينا للجزء الثالث من الفيديو. مره قبل كده في فيديو سابق لما وصلت 100 مشترك قلت لكم اهدافي في القناه، هقولها لكم تاني دلوقتي، بس هضيف عليها يعني بناء على الرقم اللي موجود دلوقتي هضيف عليها. فالاول هفكركم قبل كده كان اول حاجه اول هدف انه اوصل 100 مشترك قبل 14/3/2016 اللي هو عيد ميلادي يعني. فوصلت الحمد لله. ده الهدف اللي انا حققته. تاني هدف كان اللي انا اوصل 200 مشترك قبل شهر 4، يعني يوم 1/4 يكون عندي 200 مشترك، لكن ده للاسف ما اتحققش. تالت هدف كان اني اوصل 500 مشترك قبل شهر 6، يعني يوم 1/6 يكون عندي 500 مشترك، وده للأسف برضو ما حصلش. يعني النهاردة مش عارفة صراحة الفيديو ده هنزله امتى، بس النهاردة وانا بصور دلوقتي 25/6 وما وصلتش 500 يعني. بس دي كانت اهدافي القديمة. دلوقتي هقول لكم اهدافي بقى اللي انا هبني عليها بناء على الرقم اللي عندي ده.
آم، الهدف الاول اني اوصل 300 مشترك على العيد. على العيد اوكي، يعني انا لسه لي 50 مشترك دلوقتي. الصراحه ما اعرفش الفيديو ده هينزل امتى، بس ان شاء الله انزله قبل العيد يعني، عشان تبقوا فاهمين الاهداف قبل ما العيد يجي. اوكي، قدامنا 50 مشترك في 10 ايام. اوكي، تاني هدف اني اوصل، صراحة انا كنت عايزة اوصل يعني في اهدافي القديمة اني كنت اوصل 1000 مشترك قبل ما تنتهي 2016، لكن ده خلاص بعيد دلوقتي يعني، بعيد جدا كمان، لانه ما عادش غير 6 شهور. يعني لسه نص سنة، ما عادش غير 6 شهور وانا 250 مشترك دلوقتي، فيعني بعيد. فانا مثلا هقول خليني اوصل قبل 2016 600 مشترك. اوكي، يا رب اوصل الرقم ده وانتوا ساعدوني ان انا اوصله، وانا كمان يعني هحاول ان انا اوصله وكده. فانتوا كمان انشروا قناتي وحاولوا ان انتوا توصلوا للعدد ده معايا، نكبر قناتنا مع بعض. بس دي كانت نهاية الفيديو. قلت لكم اهدافي ومعلومات عن القناة وبدايتي في اليوتيوب. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، و يعني عرفتوا اهدافي وان شاء الله تحققوها لي او نحققها مع بعض. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة كمان عشان نوصل للاهداف دي مع بعض. ومع السلامة، مع السلامة، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. و صح، نسيت، دايما بنسى الحاجة دي، مش عارفة ليه. بما انه الفيديو ده ما كانش فيه فكرة معينة، وانه يعني كنت بتكلم معاكم عادي، فكان عايزة اقولكم على حاجة، انه دايما في اي فيديو ليا انا بكتب في صندوق الوصف حاجات، فبليز اقرأوا صندوق الوصف، لاني بكتبه يعني بفضل كتير بكتبه كده وباخد فيه وقت، ويعني دايما بيكون حاجات عن الفيديو او حاجة نسيت اقولها في الفيديو او حاجات زي كده، يعني حاجات تبقى عن القناة يعني. فياريت ان انتوا كلكم تقرأوا صندوق الوصف وبس. ولما تقرأوا صندوق الوصف هتعرفوا حاجة عن صندوق الوصف يعني، فلو قرأتوه شوفوا هو انتوا هتقرأوا صندوق الوصف فتعرفوا الحاجة دي من غير ما اقولكم اي حاجة عنها يعني. ف بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. دلوقتي هظهر لكم انستجرامي وصفحتي في الفيسبوك، تابعوهم عشان نقدر نتواصل مع بعض. والنهارده الفيديو كان عبارة عن انا اتكلمت معاكم، يعني قلت لكم عن اهدافي وكده وحاجات زي كده، ما كانش فكرة محددة او فكرة معينة. فيا رب يكون عجبكم، ومع السلامة.